السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ هاني لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شخباركم؟ تعاودوا اليوم ان شاء الله غنصيب معكم واحد الطويجين فيه هو كما كيقول غندير فيه خيلوطه. وصراحه راه كيجي زوين وجابني الصراحه، ما نكذبش عليكم، وبالاخص بالحيمات ديال الغنمي راه كيجيو يا سلام. هنا عندنا الحيمات ديال الغنمي، وعندنا واحد شويه ديال الجلبانه، عندنا شويه ديال البرقوق وشويه ديال الزبيب، عندنا البطاطا اللي صايبتها. الصراحه ما كنتش غنديرها، غادرت لي في الخوا ونقول علاش ما نديرهاش. صراحه توحشنا، بقيناش درنا في هذا رمضان، بقيناش درنا مريقه بحال ما هكا بالبطاطا. هنا عندنا العطريه، عندنا الابزار، سكينجبير، التحميره، عندنا شويه قرفه، عندنا شويه ديال العرق الاصفر مخلطه مع شويه البويمه ديال الزعفران، عندنا واحد شويه ديال الملحه. ما نكثرش الملحه بزاف لحقاش حنا ما غاديش نديرو بزاف ديال يعني الخضره وداكشي اللي غادي تهزين الملح، يعني ما تكثرش الملحه بزاف. صافي. هنا غادي ندوز نصايب هذوك الحيمات في الطويجين. غندير فوق منهم هذيك شويه ديال الزيت، وغندير فوق منهم هذيك العطيريه اللي وريناكم. صافي، وغادي نخلطوها مع بعضياتها مزيان مزيان، بدا يدخل ديك العطيريه لهذاك اللحم. وكما قلت لكم العرق الصفار، اي خرقوم عرق، درت معاه واحد نص طويمه، خلطتها معاه صافي باش تعطي واحد اللوين زوين. صافي، هنا غادي نخلطوه مزيان داكشي بالزيت والعطريه. صافي، وغندوزو نديرو عليه البصله اللي مقطعين خضاريه. صراحه البصله الخضاريه هي اللي غتصلح ليه فيها سميتو، اصلا البصله الاخرى المكركبه كتبقى كطيبش لك دغيا وكتبقى شاده ديك الوقت، وما كتجيش بحال هاد البصله الخضاريه. صراحه البصله الخضاريه كتعسل دغيا في الطاجين او في المريقه اللي درتي فيها، يعني دغيا كطيب. غنديرو فوق منهم هذيك البصيله. صافي، وغنديرو فوق منه بطاطا، وغنديرو فوق منه هذيك البرقوق اللي عندنا والزبيب. وغادي نديرو هذيك الجليبينه في الوسط، لحقاش اللي حنا كما قلت لك غنديرو خيروطه، ولكن غندير كل حاجه في بلايصه ديالها باش اللي ما بغاش الجلبانه مثلا ما ياكلهاش. هنا غندير نستف فيه داكشي نقاد في الطويجين. صافي، غندير فوق منه واحد شويه ديال العطريه في الكاس. العطريه في الكاس غندير نفس العطريه اللي درت في الطبيسيل اللي وريتكم. ايوا انا ما غاديش ندير طعم الزعفران، غندير غير التحميره وسكينجبير والبزار و والخرقوم معرق. صافي، هما اللي غندير، وغنديرها فوق من نخويها فوق من هذيك البطاطا من الفوق. صافي، وغندير واحد الفلفله حاره في الاخير اللي قرب يطيب لك الطويجين. صافي، غندير ديك الفلفله حاره. الصراحه راه ملي كان الطويجين كيطيب راه ما شاء الله واحد الريحه في الدار، راه اللي دخل من الباب ما شاء الله ديك الريحه زوينه. ودير فوق منه شويه ديال التربيع. صافي، غير جربوه الصراحه ما غاديش تندموا. انا كندير دائما مثلا المريقه كنديرها غير بالبصله والزبيب ولا بالبصله والزيتون، واليوم قلت علاش لي ما نجربهاش بهذه الطريقه، يعني غنخلط فيها كلشي ونشوفها كيفاش غادي تجي. والصراحه راه جات زوينه. وهذا هو الفطور ديالنا اليوم. درت طويجين ودرنا بطيبات معمر على جوج، فيه جوج اشكال. درت واحد بالشعريه الصينيه والكروفيت، والاخر درتو اللي كنت شاركت معكم قبل. شلاضه اللي كنت شاركت معكم قبل هي اللي درتها معاه، والحريره الحامضه ضروريه. صراحه وجربوها بالشعريه ديال السفه. جربوها بالسفه عفوا. يعني الشعريه الاخرى بلاش ما ديروها، حيت كتجي فيها غليظه وما كتجيش زوينه. هنا هاد السفه كتجي فيها زوينه الصراحه، الشعريه السفه كتجي ناضيه زوينه فيها. صافي، هنا غيكون سال الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش شي تعليق زوين وقولوا لي كيفاش جاكم. وكنقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو جديد ان شاء الله. سلامه، نتلاقاو ونشوفكم ان شاء الله في شي فيديو اخر ان شاء الله.